في البدايه بنقول ايه؟ صل على النبي، صل على النبي، صلوا على النبي. شايفين؟ شايفين تقل الكركديه عامل ازاي؟ صل على النبي، صل على النبي. شايفين؟ ادي الكركديه. شايفين تقله عامل ازاي؟ وادي الشلمو بتاع الكركديه، وادي الشلمو بتاع الكركديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وصباحكم يا رب. النهارده عاملين كركديه، حاجة جميلة جدا جدا جدا، ومفيد جدا للصحة في كل حاجة. يعني لو بصيتوا على الكركديه كله إفادة. لو عجبكم الفيديو وطريقة الكركديه الجميل بالتقل الجميل ده، شايفين التقل عامل ازاي؟ ها؟ اشتركوا لي في القناة وفعلوا لي زر الجرس، وايه كمان، واشتركوا لي في النجمة، وايه، واذكروا الله وصلوا على النبي، وتعالوا بينا نشوف نعمل الكركديه ازاي. يلا بينا. اول حاجه بجيب الكركديه، ونوع الكركديه بجيبه اسواني. طب اعرفه اسواني ازاي؟ من غماء. كل ما الكركديه الورده بتاعته تبقى غامقه، غامقه جدا، ده كركديه نضيف، ده الكركديه النضيف. وتكون الحبه بتاعته، الورده بتاعته حلوه مليانه. الورقه الحبه بتاع الورده بتاعته تبقى مليانه وتبقى غامقه. اهم حاجه الغمقان. بعد كده بغسله بقى من التراب، من العفار، من الحاجات دي كلها. لازم ايه؟ يتغسل. وبعد ما بغسله غسيل حلو جدا، اقوم حاطط ميه في الحله. ما بملاش الحله ميه، ما بملاش الحله ميه، نص الحله، نص الحله. بحط فيها الكركديه واحطه على البوتاجاز يغلي غلوتين. بياخد وقت قد ايه؟ بياخد ربع ساعه، بياخد ربع ساعه على البوتاجاز. افضي الكركديه، وبعد ما افضيه احطه على البوتاجاز. ليه ما بملاش الحله؟ لان لو مليت الحله وغطيته الكركديه بيفور، يغرق لي البوتاجاز كركديه، يغرق لي البوتاجاز كركديه. كده حطيت نص. بعد ما بيخلص عايز ميه بزوده ميه، بس ما بخلوش خفيف، بزوده ميه. دلوقتي هو قد ايه بقى على البوتاجاز؟ بياخد وقت قد ايه؟ ياخد ربع ساعة، ربع ساعة. حلو قوي. اول ما يغلي كده اقوم طفيه، اول ما يغلي اطفيه. بصوا بقى الكركديه، شوفوا الكبسة عاملة ازاي، ده من تقل الكركديه. ولو خلاص. وصلتوا لحد الفيديو هنا وعجبكم الفيديو صلوا على النبي واذكروا الله. متنسوش تعملوا لنا اللايك والكومنتات بتاعتكم الحلوة. تمام، وطبعا تشتركوا لنا في النجمة. والسلام عليكم. ادي الكركديه بتاعي اهو. بصوا ايه الحلاوه دي اهو. اذكروا الله وصلوا على النبي. شايفين التقل؟ بياخد ربع ساعه على النار، بس ربع ساعه. وبعد كده بطفي عليه واسيبه متغطي لغايه ما يبرد. اسيبه متغطي لغايه ما يبرد. بعد ما يبرد بجيب مصفى واصفيه بيها. وبعد ما اصفيه لقيته تقيل بحط له ميه. لا كده كده هحط له ميه لانه تقيل جدا جدا جدا، بس ما بحطلوش بقى ميه كتير، بحط له الميه في المعقول. وكمان بقى في معلومات حلوه جميله جدا للكركديه. اللي عاوز يخس يا جماعة أو اللي عاوز السكر بتاعه ينزل شوية ممكن يحط، لو عندك سكر تراكمي ممكن تحط عليها قرفة. تمام، بيقلل السكر في الدم وبيحسن مقاومة الأنسولين. تمام، وبيقلل الدهون شوية في الكبد. ولو عندك كوليسترول بيقلل الكوليسترول. والبنجر كمان لو حابين تحطوا بنجر فيه بيساعدك كمان على الأكسيد وعلى تضخم الدم في القلب، بيزود تضخم الدم في القلب. تمام، ولو شربت الكركديه مع القرنفل هينظف لك الامعاء وهينظف لك القولون وهيبقى كويس قوي. ممكن تحطوا عرقين يعني حوالي 5 فصوص قرنفل. تمام، 5 فصوص بالكتير يعني. فالكركديه عموما فيه فوائد كتير قوي وفيه فوائد صحيه ممكن كلنا نشربها. وحلو للضغط، جميل جدا ومفيد للصحه.
ودي المعلومات الجميله اللي حبيت اقول لكم. بس بيبقى للضغط كركديه ساقع ولا سخن يا بابا؟ الكركديه الساقع للضغط. تمام. خلاص. وعايز اقول لكم دي معلومات حلوه جميله، حبيت اقولها لكم تستفادوا بيها واحنا نستفاد. وادي كركدنا والحمد لله، وكل سنه وانتم طيبين، وصلوا على النبي واذكروا الله وقولوا لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. بس ما تنسوش الكومنتات والاشتراك في الايه، واعملوا لنا متابعه بس كده. والسلام عليكم.